لا يكمل إيمان الإنسان بالله عز وجل إلا إذا أحب الله، بحيث يكون حبه لله أشد من حبه للأغيار، وهذا لطف من الله. فالإنسان الذي لا يستشعر قلبه هذا الحب الحقيقي اللي هو غير الاتباع، اللي هو الوقود الذي يحمل على الاتباع، لا يكمل إيمانه، فليراجع إيمانه. يعني بعبارة أدق، الآن بعد قليل ستأوي إلى فراشك، ولسوف تفتح عينيك قبل الفجر بساعة مثلا، وأنت تشعر أنك بحاجة ماسة إلى الرقاد، كل كيانك مستسلم للرقاد، الرقاد ملء عينيك، لكن ما الذي يحدث؟ تتذكر الله، تتذكر محبتك لله، تقول يا رب لا 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 لا، أنا سأطرد النعاس من عيني، أنا سأطرد هذا الكسل من عيني، أنا أحبك، ولا بد أن أنهض استجابة لحبي لك، فأقف بين يديك. لو ما فيها الوقود ما راح تقوم، تستسلم للنوم. شوفوا المعنى كيف يتمثل في قوله عز وجل في سورة السجدة، وهو يصف عباده هؤلاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ألا تلاحظون كلمة تتجافى؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الصورة ما هي؟ أن الجنب متشوق إلى مضجعه بشدة النعاس، الجنب متشوق إلى مضجعه بحاجة إلى النوم، لكن ماذا يصنع هو يجافي جنبه عن مضجعه، يقاوم بحبه لله، يقاوم غريزته، يقاوم حبه للرقاد، بهذا الحب ينهض. هذه حقيقة. لم تأخذك